عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعيني الكرام، ورجعنا لكم فيديو جديد وفيديو مناسب للوقت اللي احنا فيه، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة واقتراب ظهور النتيجة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن هو ينجح كل طلبة وطالبات الثانوية العامة ويوفقهم نحو اتجاه مستقبلهم الجديد وكده. لكن بنحب ان احنا ننوه يا جماعة على نقطة مهمة، وهي اختيار الكلية. وده بيترتب عليه يا جماعة المسار المهني والعملي للطالب بعد كده في كل حياته. يعني مش اللي انت تختار مجرد اختيار كلية اللي انت حاجة سهلة او حاجة بسيطة، لا ده انت هترتب عليها حياتك العملية كلها فيما بعد. اول حاجه يا جماعه، يعني مش عايزين نغفر عن صلاه الاستخاره، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير في كتاب شفرات الحياه السعيده، وتقريبا في اكتر من فيديو عن ضروره صلاه الاستخاره، عشان ربنا سبحانه وتعالى هو وحده علام الغيوب. وهو بعد كده يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عن طريق صلاه الاستخاره هيوفقك لاختيار طريقك الصحيح عشان ما تندمش بعد كده. طيب، اول حاجه يا جماعه جبت لكم اشهر 10 كليات موجوده في الجامعات المصريه، سواء بالنسبه للقسم الادبي او بالنسبه للقسم العلمي بشقيه علم رياضه وعلم علوم. ومعانا هنا يا جماعه اول كليه، وهي كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وهي يعني بتتربع على تعتبر اكبر كليه في المجموع من حيث المجموع بالنسبه للقسم الادبي. الاقتصاد والعلوم السياسية يا جماعة كلية جميلة جدا، لكن للأسف يعتبر شغلها يكاد يكون معدوم في السوق المصري، لأن أنت طبعا عشان تشتغل في قسم الاقتصاد أو بالنسبة للسياسة لازم تكون يعني راجل أساسا من عيلة مرموقة، أو ليك حد في سلك الدبلوماسي أو الكلام ده كله. فاحنا يا ريت محدش يختار الكلية دي، لأن الكلية دي للأسف مش هتلاقي لها شغل، يعني غير لو أنت داخل وناوي ان انت تجيب تقدير مثلا ان انت تتعين معيد في الجامعه دي. بالطريقه دي ممكن ان انت تلاقي لنفسك فرصه، لكن لو انت فكرت ان انت تتخرج منها وان انت تبدا تلاقي شغل فده شيء صعب. طيب، بالنسبة للكلية التانية يا جماعة، وهي كلية الإعلام، برضو كلية جميلة جدا وليها أقسام كتيرة، لكن للأسف نفس الكلام برضو تعتبر يعني شغلها برضو صعب جدا، ملهاش شغل. برضو عشان اقسامها هتلاقي مثلا عندك قسم صحافة، صعب ان انت تشتغل في الصحافة غير لما تكون واحد يعني معروف، ليك حد في الصحافة عينة. غير كده اساسا الصحف عامة يعني الورقية خلاص ما بقاش حد يهتم بيها دلوقتي، كل المجال في الاتصالات الرقمية والكلام ده كله، فما بقاش حد يهتم بالصحافة عامة، او ان انت تبقى صحفي، او ان انت مراسل او الكلام ده كله، فتبقى صعبة. بالنسبة لقسم الاخراج اللي انت تبقى مخرج، دي برضو عايزه واسطه تقيله والكلام ده كله. ف يعني لا يخش كليه اعلام، لا اما يبقى ناوي ان هو يتعين كمعيد فيها، لا اما للاسف مش هيلاقي شغل بسهوله. طيب، كليه الألسن من الكليات الجميلة جدا، وهي كلية أساسا تعتبر مرغوب فيها جدا في سوق العمل، لأن هي كلية فيها لغات. وطبعا بالنسبة للغات يعني ما حدش يقول لك لا أصل أنا مش لاقي شغل وأنا معايا لغة، ده يبقى إنسان مش صادق في كلامه، كذاب، لأن أي حد معاه لغة بيلاقي شغل. لكن عايزين بس نقول حتة معينة عشان بس الناس تبقى عارفة. ما ينفعش ان انا بخريج كليه ألسن اخش كليه ألسن واتعب فيها 4 سنين واتخصص في لغه، وفي الاخر اروح اشتغل كول سنتر اجنبي، يعني اشتغل في كول سنتر اجنبي، يبقى لازمتها ايه؟ طب انا كنت خدت بقى كورس لغات واشتغل كول سنتر. لكن هي بالنسبه للألسن تلاقي شغلها كله منحصر في حته اللي انت تشتغل في كول سنتر اجنبي، لا اما تشتغل مدرس. طب ما انت خش بقى كليه تربيه، واخد بالك ازاي، وابقى احسن بقى ان انا اشتغل مدرس احسن ما اخش ألسن، لان ألسن طبعا دراستها اصعب من تربيه. فانا بس طبعا ألسن اعلى، لكن يعني في الاخر بتتشابه شويه مع كليه تربيه، عشان خاطر يعني زي ما قلت لكم حته ان انت تبقى مرشد سياحي يعني حاجه تبقى يعني صعبه شويه ان انت تلاقي شغلانه في الارشاد السياحي. لكن هتلاقي شغل الألسن اغلبه شغل الألسن كله. انا ليا صديق عزيز يعني في خريج كليه ألسن، كان هو دكتور في الجامعه دلوقتي، ربنا يوفقه ويكرمه يا رب. ف يعني هتبقى زي ما بقول لكم هتبقى صعب ان انت تلاقي لها شغلانه، لان انت هتخرج من كليه ألسن معروف ايا قسم ايا كان، لا اما تفكر انت تسافر بره، لا اما هتلاقي شغلانه في الاخر تبقى ان انت تشتغل كول سنتر في او تشتغل في شركه ترجمه.
فتبقى ايه يعني، هتبقى حاجه ممكن تكون محبطه شويه بالنسبه للطالب، ان هو يقول لك انا خريج ألسن وفي الاخر انا مش شغال كول سنتر او اشتغل في شركه ترجمه، لكن ده شغلها. فحابين ان احنا ننوه ايه للناس قبل ما هم يختاروا كليه ألسن. طيب كليه التربيه كليه جامده جدا، ودراستها متوسطه مش صعبه قوي. وفي نفس الوقت شغلها حلو، لان طبعا التدريس يعني حاجه جميله جدا، لان انت عارفين دلوقتي المدرسين الدروس الخصوصيه يعني تعتبر اساسا يعني من التجاره الرائجه جدا دلوقتي، والمدرسين يعتبر اساسا يعني حاجه زي ما بيقولوا حنفيه في كل مكان. ما فيش حد عنده يعني عيل او عنده طفل ما بيدوش دروس. فتبقى حاجه كويسه جدا ان انت تتخرج من كليه التربيه، لكن عايز ان انت تتعب شويه ان انت تتمرن تحت ايد مدرس، وربنا يكرمك ان شاء الله تبدا بعد كده تاخد شهره والكلام ده وتشتغل مدرس. وكليه جميله جدا كليه التربيه. طيب كليه التجاره زي ما بيقولوها كليه الشعب. كليه التجاره سهله، دراستها سهله مش صعبه. ويعني زي ما بيقولوا يعني قسم المحاسبة او المحاسب دوت، طبعا هو يفضل ان انت تخش في كلية التجارة. لو عايز ان انت تشتغل تخش قسم محاسبة، هتلاقي حوالي 3 اقسام، ما تخشش غير قسم محاسبة. ماشي، ده اللي ليه شغل. بالنسبة لكلية التجارة هتحتاج في الاول بس ان انت تصبر على نفسك شوية عشان تاخد خبرة. تمام، وتتعلم شويه كمبيوتر، وما تاخدش يعني ما تقعدش مثلا واحد خريج تجاره الاقيه بياخد فوتوشوب، ولا واحد خريج تجاره يروح مش عارف ياخد لي ذكاء اصطناعي، لا، ولا ياخد لي مثلا دوره مش عارف رسوم ثلاثيه ابعاد، ولا مش عارف ايه، ولا مش ياخد مثلا اي حاجه من كلام صيانه. لا، انت تاخد كليه التجاره، ويفضل ان انت تتخصص في الاكسل وتتمرن تحت ايد مكتب محاسبه. يعني تقعد لك سنتين ولا حاجه، وهتلاقي ان شاء الله شغل بنسبه 90%. يعني ما حدش يقول لك لا انا ما فيش شغل، انا خريج تجاره مش لاقي شغل، ده كذاب، ده ما اشتغلش على نفسه، ده انسان اتخرج وفضل ان هو يقعد في البيت. لا، انت عايز تشتغل من كليه تجاره، انا بقول لك يعني من سنه رابعه تبدا ان انت تدور على مكتب محاسبه، تتمرن تحت ايده، وفي نفس الوقت تاخد دوره ICDL. تمام كده. وفي بعد في دوره تانية اسمها دوره المحاسب الالكتروني، دي دوره جميله جدا. تاخد الدورتين دول تشتغل على نفسك ان شاء الله سنتين ثلاثه، تبدا ان انت تلاقي شغلانه في شركه كويسه. لكن عشان نبقى يعني الناس تبقى ناس صادقين مع نفسهم، بالنسبه للخريجين كليه التجاره المرتبات بتاعتهم بتبقى يعني يعني مرتباتهم ايه ضئيله شويه، عشان ما حدش يقول لك اصل انا مش عارف هخش مثلا خرج من كليه التجاره الاقي مثلا مرتب ب 10000 و 15000 والكلام ده مش موجود. فمتوسط المرتب للمحاسب في حدود مثلا 6000 7000، ما بيزيدش عن كده. ده لو خبره، يعني محاسب خبره مرتبه بيبقى متوسط 6000 7000. طيب بالنسبه لخريج التجاره، في كورس ممتاز جدا جدا اسمه CMA. برضو من ضمن الكورسات الجميله جدا. لو انت خريج تجاره حابب ان انت تاخد الكورس ده، هتلاقي شغلانه بمرتب ضعف المرتب اللي انا قلت لك عليه، ممكن كمان توصل ل 20 30 الف. لكن لو انت خدت الكورس فعلا ومتقنه دي زي الزماله بالنسبه لكليه الطب يعني. تتخرج تاخد الكورس تخلصه، وان شاء الله تشتغل بمرتب ايه على طول. بتشتغل اساسا مساعد مدير مالي او مدير مالي على طول. بس طبعا لازم تكون ايه، لازم تكون متمرن تحت ايد مكتب محاسبه وفاهم في الكمبيوتر، وبعد كده تاخد CMA. فالتجاره عايزه مصاريف شويه، يعني التجاره عايزه صبر ومصاريف شويه عشان تبقى عارف. عكس كليه التربيه يعني كليه ما بتحتاجش اساسا مصاريف، انت بتتخرج وتتمرن تحت ايد مدرس، واخد بالك ازاي، يعني تاخد لك شويه كمبيوتر كده ممكن اي حد يعلمهم لك. بعد كده ربنا بيكرمك، بتبقى ايه، تاخد اسم تشتغل في اي سنتر، وربنا بيكرمك بايه، بتلاقي كذا فرصه عمل. لكن كليه التجاره محتاجه صبر ومحتاجه مصاريف. طيب بالنسبه بقى للكليات العلمي، الطب البشري طبعا دي بتتربع على قمة الكليات العلمية. طبعا كلية زي ما بيقولوا لا غنى عنها. الدكتور كده كده بيشتغل مرتبه مضمون، وليه فرص عمل كتيرة جدا، يقدر يسافر بره في اي مكان، يقدر يشتغل في اي حتة. لكن طبعا هو في الاول بيحتاج ان هو يتمرن مثلا في حدود سنتين ثلاثة، لكن بعد كده بيلاقي فرص عمل جامدة جدا، وكلية مضمونة 100%. تمام، يعني دراستها تعتبر صعبة شوية، لكن مستقبلها مضمون وحاجة لا غنى عنها. طبعا الدكتور معروف بيشتغل في أي مكان. طيب بالنسبة لكلية طب أسنان يا جماعة، مشكلة طب أسنان إن دراستها صعبة، وبالنسبة لشغلها يعني بيبقى مش مجزي قوي.
لان انت عشان تتخرج وتيجي اللي انت طبعا انت عايز تشتغل اللي انت تفتح عياده. عشان تفتح عياده اسنان انت بتتكلم في مبالغ مهوله، يعني مش عايز اقول لك الكرسي بتاع بس الكرسي بتاع دكتور السنان ده وصل كام يعني. الكرسي الكرسي بيجيبوه يعني زمايلي خريجين كليه طب اسنان بيدور على كرسي دلوقتي، بيبيعوا كراسي بتاعه اللي هي طب الاسنان دي بالقسط، وفي ناس بتقول لك جايه مستيراد ومستعمله حاجات كده كتيره يعني. طبعا بتدور على كذا واحد ان هو يفتح معاك عياده طبعا في الاول بتبقى صعبه وهتدفع من جيبك وكلام تاني كتير يعني. فيعني يفضل اللي انت بلاش طب اسنان، لان انت يعني ممكن يسيبك احباط كتير طبعا. عشان تشتغل مع دكتور هتدور على دكتور يقول لك لازم واسطه، وبعد كده مثلا لازم يشوفك خبره ولا مش خبره، ومرتب مش هيعجبك وهتسيبه وتمشي. فيعني بلاش طب اسنان بالنسبه للناس اللي هي عايزه ايه تكون مستقبلها بسرعه، والناس اللي هي عايزه ايه عايز تصبر. يعني انت مش فارقه معاك وعايز تصبر، خش كليه طب اسنان واصبر وان شاء الله ربنا هيكرمك. طيب بالنسبه لكليه صيدله، كلية كويسة جدا ومحترمة، لكن دراستها صعبة. هتتخرج طبعا منها انت محتاج ان انت تفتح صيدلية او تقف عند مع حد صيدلي. المرتب مش هيعجبك اساسا خالص. عشان بقى مثلا تدور على صيدلية كبيرة جدا او تشتغل في شركة ادوية محتاج واسطة. فكلية صيدلة زي ما انتم شايفين الصيدليات اساسا يعتبر يعني اكتر من 95% من الصيدليات واقفين فيها ناس اساسا مش خارجين صيدلة. فللاسف مش مرغوب فيها ان انت تخشها. هتصاب بالاحباط جامد جدا يعني. مش هتلاقي اساسا شغل بالمره يعني. شغلها يكون ايه معدوم. طيب بالنسبه لكليه هندسه، الناس اللي هي خريجه كليه هندسه كليه هندسه طبعا معروفه 5 سنين بتتخرج فيها اقسام كتيره جدا. لكن يعني حسب شغلي طبعا انا اشتغلت كتير في شركات مقاولات، شركات تصميمات هندسيه والكلام ده. لقيت ان الشركات كلها ما بياخدوش غير 3 اقسام بس: مدني وميكانيكا وكهرباء. يعني تلاقي مثلا لو نقول مثلا شركه فيها 1000 موظف، يعني شركه فيها 1000 موظف بتاخد 1000 بتحتاج ايه؟ يعني ما تيجي تطلب تعينه بتحتاج ايه؟ بتحتاج 10 مهندسين مدني، 3 مهندسين ميكانيكا، مهندس كهرباء. يعني شركة فيها 1000 موظف، 1000 موظف بتحتاج 10 مهندسين مدني، 3 مهندسين ميكانيكا، ومهندس كهرباء واحد بس. دي الشركة اللي فيها ايه 1000 موظف. فطبعا عشان تبقى عارف الأقسام وتبقى عارف كلية الهندسة عاملة ازاي. لكن كلية الهندسة ليها فرصة بره، لو انت ربنا كرمك وعرفت ان انت تسافر هتلاقي فرص كتيرة جدا جدا بره. لكن هنا للاسف الدنيا ما بقتش زي الاول اللي انت تعرف تشتغل بسهوله. ومرتباتها في الاول طبعا هتلاقيها بتتشابه مع مرتبات كليه التجاره. يعني بتلاقي متوسط الراتب بالنسبه للمهندس اللي لسه خريج نفس الكلام برضو 7 8. يعني هي كلية التجارة منابه بس ان هو طلع عينه 5 سنين ودراستها صعبة، وفي الاخر يطلع يشتغل ب7 8 آلاف جنيه. هيضيع منهم طبعا، انتوا عارفين هيضيع منهم مواصلات قد ايه، ولا لو بيشرب سجاير. فالكلام يعني هتبقى بالنسبة له محبطة جدا، وناس كتيرة للأسف منهم مش لاقية شغل. طيب بالنسبة لكلية علوم، كلية مش صعبة أساسا، تعتبر يعني دراستها متوسطة، لا صعبة أوي ولا سهلة أوي. لكن فيها أقسام ممكن تشغلك في حاجات كويسة جدا تعادل بيها كلية صيدلة. زي مثلا قسم المعامل اللي أنت ممكن تشتغل مثلا، تتخرج مثلا تخش قسم كيمياء أو قسم بيولوجي، قسم أحياء، تمام، وتشتغل في اي معمل تحاليل حيويه، تحاليل اللي هي الصحيه الخاصه بالبني ادم البشريه، او تشتغل في تحاليل نبات، او تشتغل في تحاليل ميه. فهتلاقي فرصه في معامل تحليل كتيره جدا جدا، ومرتبها مش وحش يعني. مرتبها حلو مش وحش، ممكن برضو يبقى في حدود مثلا 8000 ل 10000 بالنسبه للخريج العلوم ان هو يشتغل في معامل التحاليل. لكن غير كده بقيه الاقسام مش هيلاقي شغل، عشان ما يخشش اي قسم وفي الاخر يجي يندم على ان هو قسم دخله. او لو ربنا كرمه، ليا صديقة في كلية علوم وهي دلوقتي دكتورة في الجامعة، ربنا يوفقها ويكرمها يا رب. فدي اختارت طريقها صح، وده كانت حاجة كويسة بالنسبة لها. طيب معانا بقى يا جماعة 3 كليات الناس كتيرة بتغفل عنها، لكن الكليات دي مستقبلها مضمون بنسبة 100%، وليها فرص عمل كتيرة جدا عشان اساسا القله بتاعتها. زي كليه حاسبات ومعلومات، كليه حاسبات ومعلومات فيها اقسام جامده جدا، وسوق العمل متعطش دلوقتي لاي حد خريج حاسبات ومعلومات، خاصه مع ظهور العصر الرقمي والتحولات دلوقتي للذكاء الاصطناعي والكلام ده كله. فسوق العمل متعطش في مصر وبره مصر لاي حد خريج حاسبات ومعلومات.
طيب بالنسبه لكليه فنون تطبيقيه، كليه فنون تطبيقيه فيها اقسام تعادل كليه هندسه. يعني انا ممكن اخش قسم فنون تطبيقيه، قسم عماره، يعني فيها قسم زي قسم عماره ده تشطيبات، بيخش زيه زي كليه هندسه، يعني ما بيخش تشطيبات بيشطب وكل، وليها فرص عمل كويسه جدا، لان اي حد دلوقتي بيحتاج مثلا ان هو يشطب حاجه بتاع، بيحتاج حد مهندس تشطيب كويس. فانا ممكن اخش كليه سهله وفي نفس الوقت الاقي فرص عمل كتير. كليه التمريض يا جماعه، يعني عايز اقول لك ان كليه نسبه فرص عملها كبيره جدا جدا ومستقبلها مضمون. واللي بيفهم يخش كليه تمريض، لان كليه ليها شغل في كل حته دلوقتي، مستشفيات في كل حته. فاي حد بيحتاج لازم يحتاج خريج كليه تمريض. فدي كليه يا جماعه فرص عملها، يعني فرص العمل بتاعتها موجوده متوفره جدا. فالثلاث كليات دول يا ريت تركز عليهم، لان ليهم مستقبل باهر وشغل مضمون. وده كان فيديو النهارده يا جماعه، يعني اتمنى الشير واللايك ونسالكم الدعاء، وربنا يوفق كل طالبات الثانويه العامه نحو مستقبل مضمون وفرص عمل افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.